تك تك تك. الكلام فوق قوي والايكون فوقيه، اي حاجه تيجي قصاد وش الصب. في غلطه هنا في الفريم ده، في النقله ما بين البيرول والفيديو، وبالذات لو خدنا بالنا من الحته دي مثلا لما نحط بي ان جي حاول ما تجيبوش مقصوص من الجنب او من تحت عشان بيبقى شكله وحش قوي. هنبدا النهارده برنامج حلو قوي، هناخد فيديوهات لناس ونقول ارائنا فيها من حد خبره بقى 12 سنه في المجال عشان اقدر افيدك واقول لك ازاي تطور من شغلك وتحسن منه. والنهارده في اول حلقه معانا فيديوهات جامده جدا لازم نتعلم منها. شكرا لكل الشباب اللي بادروا معانا في الفيديو ده وقرروا ان هم يبعتوا لنا الشغل بتاعهم، نبدا بيه. يلا بينا. هنبدا نبص على اول فيديو ونشوف راينا بكل تواضع، لا هنقول على حاجه وحشه ولا هنقول على حاجه حلوه، لان احنا عارفين ان يبقى في راي كلاينت وراي اداره فوق وراي حاجات كتير قوي اكتر من راي الاديتور، بس هنحاول نصلح العيوب والحلو هنقول عليه حلو. جاهز؟ يلا بينا. بفضل الله اول نحال اردني حاصل على ميداليات ذهبيه لجوده العسل الاردني. احد النحالين بالاردن حاسس الهوك حلو شويه، خطف في حته واحده بس بالنسبه لي بالظبط في مشاكل كتير قوي. اول حاجه الزوم اوت اللي محطوط ده اتحرق قوي دخلت الفيديو من الزوم اوت. بالله اول نحال اردني حاصل على ميداليه. الزوم ان اللي قاعد على الجاستمنت لاير عمال يعمل تين تي تي ده غلط، ما ينفعش. وفي غلطه تانية هنا، يعني دي غلطه في الكومبوزيتنج اكتر، ان هو حاطط التكست تحت الايكون او الايموجي وده غلط. يعني المفروض التكست بيكون تحت الرقبه على طول عشان يتقرا وتحت الحته اللي تحته. برافو عليك، تلعب براحتك. هديه لجوده العسل الاردني. احد النحالين بالاردن فاز ب3 جوائز في مسابقه لندن، تقريبا تعدى 10,000 مسابقه، كانت منافسه قويه. حلوه حته ان هو فصل. عسل ابو زريق بتقدم لكم منتج طبيعي مضمون 100%، حاصلين على شهادات اعتماد محليه وعالميه. الزوم ان تحسه مش محل، هو داخل زوم ان وزوم اوت. يا جماعه الزوم بيتعمل بسبب ولسبب، ما بيتعملش عمال على بطال. ده عامه الساوند افكت عالي جدا في الفيديو، ممكن نحاول نبقى نوطيه شويه. ان هي حاجه عجبتني حلوه في الفيديو ان احنا لو تاخد بالك احنا بنفصل، بنشتغل بنعرض الفيديو عادي بتاعنا وبنفصل بحاجات تثبت ان هو فعلا كده، بنفصل بحاجات من قنوات اخباريه والكلام ده حلو. نفصل الفيديو ونحط حاجات تانية. العسل الاردني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه فين الايديت؟ فين يا جدعان الكومبوزيتنج؟ فين رص الكلام؟ طب رصوا على باك جراوند، بصوا على باك جراوند واحد بصوا على باك جراوند سوليد، حط سوليد سودا واكتب عليها بالابيض جراي يعني. تمام. اردني مميز بس خذ من مصدر موثوق، عسلنا من ارضنا. كميه الزوم ان مستفزه. صعب. لا يعني اكتر حاجه ممكن تكون هي مش عجباني هنا ان الايكون مكان التكست وكميه الزومات تعبت عين الراجل. احنا شغالين تكي. كم مره طلبتي تنظيف والجبت يا الجوده مش زي ما بدك يا المواعيد تتاخر، وكل مره بتجربي شركه جديده. مع تطبيق نظيف الموضوع مختلف. كادر مدرب. في ساوند افكت واحد بس تقريبا الاديتور ما عندوش غيره، فهو حطه الفيديو كله في التكست، حطه في البي ان جيز اللي بتطلع من ورا، حطه الفيديو كله عباره عن ساوند افكت واحد. نظام الوقت وفي متابعه بعد كل زياره، وكل هذا تحجزيه من موبايلك. ريحي بالك واحجزي من تطبيق نظيف. فيديو سريع قوي. كم مرة طلبتي تنظيف والجبتي؟ انا حاسس في كذا لون استخدمه. يا الجودة مش زي ما بدك يا المواعيد. حاسس الفونتات اصلا بوينت غلط قوي في الفيديو ده. احنا لما بنستخدم فونت فاحنا بنستخدم فونت واحد بس نقدر نستخدم الفاميلي بتاعته اذا كان لايت ريجولار بولد بلاك وات ايفر، لكن ما ينفعش ادخل فونتين مختلفين. غلط كبير. تتاخر وكل مره بتجربي شركه جديده. الالوان حلوه جديده. مع تطبيق نظيف الموضوع مختلف. كادر مدرب، التزام بالوقت وفي متابعه بعد كل زياره، وكل هذا تحجزيه من موبايلك. ريحي بالك واحجزي من تطبيق نفس الزوم ان برضه فاهم، ما فيهوش كي فريم، ما فيهوش كيرف. كل الكي فريمز مش سموث، سواء الحاجه اللي بتطلع او بتنزل من ورا ممكن تبقى سموث شويه، ان احنا نخلي الكيرف شكله عامل كده فهتطلع وتنزل معانا سموث. والميوزك عاليه، يعني حسيت الميوزك، انا حاسس ان انا ماشي مع الميوزك. لا الميوزك دي ساوند افكت بايظ والميوزك يعني شويه، لكن الفيديو توتالي مش حلو. شفتها يا كروديا؟ انا بقول بصراحه انا غفلتني انا شخصيا. افهمكم حاجه، انا منتقد فانا هقول الحلو وهقول الوحش، ولما بنقول حاجه وحشه فاحنا بنقول عشان نفيد الناس ونعلمهم. انا مش بعلي على حد، انا بفهمه عشان ما يجيش حد تاني يقول له ايه اللي انت عامله ده ويعدل على النقط دي. السلام عليكم، وحدثكم الدكتور عمار خطيب، عضو الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان. ليه جايب الراجل اليوم الجميل لنقل خبرات ليه جايب الراجل من الأسنان. مصور إن شاء الله خدمة عالية لضربانا بالزراعة. خطوة بخطوة. الساوند افكت بتاع التكست وحش عالي ومتكرر في كل تكستايه بتطلع. يعني البرولات حلوه، ده في صوت ساوند افكت بيشتغل لوحده اصلا من غير تكست ولا حاجه.
الفيديو اوفر اكسبوز شويه في الاضاءه، بس اعتقد ده من المصور، ده مش من الاديت. طب كمل السبيد رامب حتى. هو اخد تايمر مابنج شمال وطلع بعدها اوت، وفي اول الفيديو برضو لو تاخدوا بالكم كان داخل بسرعه وبعد كده بطأ جرى على شوط هادي. ما ينفعش، انا لما بمشي باخد نفس سرعه المشهد اللي بعده. في الفيديوهات اللي انا بعمل لها رياكت لو تبصوا عليها هتلاقوا كل الناس بتاخد نفس السرعه. لو المشهد ده بيتحرك بسرعه مثلا 2 اكس اللي بعده لازم يتحرك 2 اكس، ما ينفعش يتحرك من 2 اكس ل 1 اكس. عين المشاهد اخده ان الكاميرا رايحه كده فجاه تقف. بس توتالي يعني ده مهضوم شويه ومقبول. التكست شكله حلو ومهذب. ممكن الساوند افكت بتاعه بس هو المرازيه شويه، يعني مش لازم مع كل كلمه بتتكتب نحط ساوند افكت. انا محمد زي انا اتش ار مانجر شركه عجيب. الساوند افكت عالي جدا بس الدخله حلوه بالنسبه لي. او دي من اول ما خالص من زمان متابع دايما الكورسات بتاعتهم وكل حاجه. الكورس ارشحه لاي حد في الميد ليفل يعني، او ممكن في غلط في الخطوط يعني حابب يزود النولج بتاعته او الاكسبيرينس بتاعته في جزء الاو دي. المميز في الكورس بتاعنا نفس الموضوع برضه الساوند افكت مش على كل تكست بيزود قوي. لا ده لحد في الاخر طول ما الفيديو شغال انا سامع حاجه تعمل تك 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 تك. ايه ليه بتسمعني ايدي في ودني ليه؟ طبيعه الاستراكتور الموجودين والكام اكسبيرينس اللي كنا بناخدها منهم. في غلطتين هنا ودي قررت مره قبل كده بس انا عديتها عادي، ان هو مطلع الكلام فوق قوي والايكون فوقيه والايكون نزل على الكلام، ودي مشكله. تاني حاجه الكلام هنا لما جه على وش الراجل، ده غلط. ما ينفعش ابدا 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 اي حاجه تيجي قصاد وش السبجكت بتاعي. ما ينفعش اي حاجه تيجي قصاد وش اي حاجه تيجي قصاد وش اي حاجه تيجي قصاد وش الصبد اي حاجه تيجي قصاد وش الصبد. والتكست اللي في النص برضه هنا برضه بوينت تانية. برافو عليك. هو كاتب تكست فوق وتكست في النص. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عاملي البراكتس على الاكتيفيتيز اللي بياخدها مع النولج، ده كان موضوع فارق معايا جدا. مش بس تاخد ماده علميه، كمان في مكان يحصل وكمان في اكسبيرينس للستراكتور. بس الزوم سموث الفيديو ده دي كان فارق معايا جدا. يعني السموثنس بتاع الزوم في الفيديو ده بالنسبه لي ياخد 8 من 10. التكست شكله حلو غير الكام غلطه اللي اتكلمنا عليهم. في غلطه هنا في الفريم ده في النقله ما بين البيرول والفيديو، ان الكلمه البيضاء ظهرت في البيرول وهي المفروض تبدا في الفيديو على طول. دي حاجه كانت ممكن تتظبط، لكن الفيديو توتالي اوفر اول كويس، في شغل حلو. الله ينور. 3 علامات بتدل ان الليثي ده فيها مشكله. اول علامه نزيف من الليثي وهو مش طبيعي. ثاني علامه انتفاخ بالليثي وغالبا بيكون ده ليه التهاب. ثالث علامه اتمرار بالليثي وهو ده كمان مؤشر واضح. مع وجود الكلسه فتره طويله بيصير نزول بمستوى الليثي في العظم، ومع الوقت ممكن توصل لحركه الاسنان وبعدها خلع لحد تنظيف دورة من طبيب الاسنان. واحيانا كل 3 اشهر حسب وضع الحال. ثلاث استنوا الجنب الليثي ب3 اشارات، شويه فيه وشويه ما فيش. الساوند افكت 0 اوت 10. انا مش هدي اكتر من 0 بصراحه. الفيديو توتالي هو عادي يعني ما فيهوش حاجه واو. الليثي وهو ده كمان مؤشر واضح. مع وجود الكلسه الحاجه اللي بتخش بتختفي بكروز زولف كنا ممكن ننزلها باي انيميشن زي ما دخلناها، بجانب ان التكست معظمه معمول لايت، وبالذات لو خدنا بالنا من الحته دي مثلا. ففي الحته دي ممكن يا اما نحط باك جراوند على التكست يا اما نستخدم لون تكست غامق، هتفرق قوي. إذا محتاجين شو تجيبوا هدية يعني أنت بالمكان الصح. لكل بنت أي شيء تحتاجيه تلاقيه هون. لكل شاب إحنا بنساعدك باختيار الهدايا. طبعا خيارات الهدايا كثير. السكتات اللي في القطات ناخد بالنا منها، ولما نحط PNG حاول ما تجيبوش مقصوص من الجنب او من تحت عشان بيبقى شكله وحش قوي. اصل ده ستايل قديم قوي، دلوقتي بقى ممكن تدخله على AI يكمله لك، فحاول ما تحطش PNG مقصوص. خير يجيكم للهدايا بالاتجاه. هو هنا استخدم ترانزيشن لذيذ قوي عشان ينقل من الشوط اللي قبله اللي بعده، وهو ان هو عزل الهدايا اللي قدامها وطلعها. هو عنده غلطه بسيطه ان هو طلع الهدايا سريع قوي خيرات وهدايا ومعلي الشوتر انجل هو بيدي بلون قوي. كمان ان هي عملت تش وراح حاطط شيك، يعني هو فكرته حلوه بس التطبيق ممكن يتظبط سن. بالاتجاه للبنات وللشباب. الانيميشن بتاع التكست حلو والحمد لله تكست من غير ساوند افكت. والعطور والاكسسوارات والساعات. السكتات مستفزه جدا. سيبك وما ننسى كان ممكن يبقى اسرع سنه. وشلال ودبابيب. شو بتستنوا؟ اطلبوا بسرعة أو زورونا. موقعنا مجمع خليفة مقابل الجامعة الأردنية. في هزه برضه كده. واحده وورد ستابلايزرز. ما عملناش ستابلايز، ناخد بالنا من حته الستابلايزر. لكن الفيديو اوفرول ياخد 7.5 من 10. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه والطعامه دي اقسم بالله. حلو، ده ليه الادب ده.
لا نقله وحشه قوي ما بين الاي اي والفيديو. لا تايم ريمابينج. تايم ريمابينج سريع اوفر، ما سرعش تايم ريمابينج كده ابدا، بالذات لو في بني ادمين. السرعه لازم تبقى منطقيه خالص. حلو اللعب مع البيت حلو. صمصم. القفله قطعت مننا سنه، وفي حاجه لاحظتها في الفيديو ده باينه قوي، اختلاف الالوان. خدت بالك منه؟ في شطات ياما قوي، شوط اورنج قوي وشوط اخضر قوي وشوط ازرق قوي. فنحاول ان احنا دايما نماتشنج الالوان، نثبت لوت معين ونعدل باقي المشاهد تبقى زيه. طبعا لو عايز تسمع تعليق على الفيديوهات بتاعتك ونصايح ازاي تطور من شغلك، ابعت لي الشغل بتاعك على اي حاجه من الحاجات دي من السوشيال ميديا بتاعتي، وهتلاقي حد هيرد عليك على طول. والحاجه المناسبه نطلعها ونساعد الناس دايما تبقى احسن ايديوتوس في الدنيا. وكان معاكم مصطفى بونر تي في سي. بس كده.